السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن الأرزاق تقسم بعد صلاة الفجر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تقسيم الأرزاق بعد صلاة الفجر ليس لها أي أصل ولا دليل، لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، لأن الرزق أصلا مقدر ومكتوب لكل إنسان قبل أن يولد. ولكن هناك بقى صلة وثيقة، بل ووثيقة جدا، بين البكور والبركة في الرزق. إن احنا نبدأ حياتنا العملية، نبدأ سواء طلب العلم أو السعي إلى الأرزاق أو العمل أو التجارة أو أي شيء، نبدأه مبكرا، فهذا يكون فيه بركة، لأن النبي دعنا بكده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني بارك لهم في أي عمل يبدأونه مبكرا بفضل الله. صخر الغامدي اللي هو روى الحديث كان عنده تجارة، فكان يرسلها في الصباح الباكر، فغنم من وراء ذلك ثروة كبيرة حتى أصبح من الأثرياء. يبقى هناك علاقة وثيقة بين البكور وبين البركة في الرزق. ومن المعلوم أن البركة أهم وأعظم من الرزق نفسه، ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه وارضاه، كان يقول: اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في ذلك الرزق. ما شاء الله. ولذلك فإن المسلم إذا صلى الفجر وجلس يذكر المولى عز وجل ويقرأ القرآن حتى شروق الشمس، ثم صلى الضحى، فاز بأجر حجة وعمرة تامة تامة، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، ده بالنسبة للرجال، أما المرأة تصلي في البيت ولها نفس الأجر. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، كتب له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وده طبعا رزق عظيم جدا بفضل الله. ثم إذا بدأ المسلم بقى حياته بعد صلاة الضحى، يبدأ في عمله أو تجارته أو طلبه للعلم أو دعوته إلى الله أو أي شيء، سيرى البركة والنجاح والإنجاز والتوفيق مضاعفا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى يا أحبابي أن صلاة الفجر نفسها والجلوس بعدها للذكر والاستغفار وقراءة القرآن، فهو أيضا كل ذلك من أسباب الرزق. قال جل وعلا حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن يا أحبابي ليس هناك علاقة بين مسألة تقسيم الأرزاق بعد صلاة الفجر، ولكن هناك علاقة وثيقة جدا بين البكور والبركة في الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.